مو كل شاهد بطل، بس إذا سكت يضيع الحق ويظلم وطن. اكو قضايا تتأجل وتتأزم وتنقلب، مو لأن ماكو قانون، بس لأنه الشاهد سكت. الشاهد مو بس حضر، الشاهد الحقيقي هو اللي يقدر يتحمل مسؤولية كلمته، يقدر يوقف قدام القاضي ويحكي وهو يعرف انه شهادته تغير مصير انسان. اليوم نحكي عن شهادة، بس مو شهادة عدلية، نحكي عن شهادة تنباع، تنسى او تكتم، وشلون القانون والمجتمع وحتى ضمير الانسان يتأثر به. من هو الشاهد وشلون يصير صوته مفصل؟ الشاهد هو الشخص اللي شاف وسمع وحضر الموقف وعنده علم مباشر بتفاصيله، يعني مو يسمع من غيره، لأن حضر وعرف وشاف. وأهم شي يكون عاقل وبالغ وما عنده مصلحة، ويشهد من ضميره مو من مزاجه. القاضي يمكن يحكي ب1000 مادة قانونية، بس الشاهد ينطي شعور، واقعة، إحساس بالصدق أو الكذب. شلون شهادة وحدة تغير كل شيء؟ اكو دعوة طلاق، الزوجة تنكر، الزوج يدعي، الشهود يحددون من الصح. اكو نزاع، ملك الورق ضايع، بس الجار حاضر وشهادة تحدد حق السنين. اكو اعتداء، ماكو تصوير، بس شاهد شجاع يحكي قدام المحكمة شفت بعيني وهو دافع عن نفسه، مو هو البادي. شهادة وحدة ترد اعتبار، تمنع ظلم وتنطي أمل. الخطر الحقيقي لما الشاهد يسكت. مو كل شاهد بطل، بس إذا سكت يخلي الحق يندفن والباطل يرفع راسه. الشاهد اللي يسكت هو مو ساكت، هو شريك بالنتيجة، لأن سكوته مو حياد، سكوته انحياز للخطأ. والمصيبة إذا واحد يشهد زور لأجل صديق، لأجل عشيرة، لأجل خوف، هنا ما يظلم فرد، يظلم وطن كامل. وين مسؤوليتنا إذا حضرنا واقعة وسكتنا عنها لأن ما تعنينا؟ نكون قتلنا العدالة بصمتنا. إذا شاف المحامي شاهد يتردد لازم يوجه بحكمة. إذا سمع القاضي تلاعب بالشهادة لازم يتدخل بحزم. وإذا المواطن عرف شي وسكت فعليه وزر الكتمان. الخاتمة، مو كل شاهد بطل، بس اللي يشهد للحق حتى لو على نفسه هو البطل الحقيقي. وإذا كتمت شهادتك يضيع حق ويتظلم إنسان وتنحني العدالة وهي ما تقدر تصيح. أنا المحامي حذيفة الشاهر، وأقول لك العدالة ما توقف على الكتب، العدالة توقف بصوت شجاع ينطق بالحقيقة بوقت كل شي بيساكت. تحياتي.